في روسيا سنة 1940. واحد من أخطر التجارب اللي تجربت على البشرية ملي كان ديك الساعة العالم كيعيش مرحلة ديال الحروبات واللي هي الحرب العالمية الثانية. بعض الباحثين والعلماء في روسيا اكتشفوا واحد الغاز منشط يقدر يخلي الإنسان فايق وينسى شي حاجة اسمها الناس. في ديك الوقت هذا الغاز كيما اعتبروه المسؤولين اللي في روسيا غادي يكون فتاك في الحرب، حيت ملي غادي يتنشر هذا الغاز للجنود الروس غادي يبقاو سهرانين وما يجيهمش الناس باش ما يخسروش المعارك ضد شي عدو، ومن هنا روسيا غادي يكون عندها اقوى جيش واللي عمره غادي يتهزم ضد شي جيش اخر. ايوا لا ايوا سيدي نضت هاد روسيا هادي بغات تجرب هاد الغاز في 5 ديال المساجين اللي عندهم سوابق واللي ديجا كانوا في الحرب حتى هما. عرضت عليهم يديروا هاد التجربه مقابل الحريه ديالهم، حيت هاد المساجين كانوا محكومين لهم بالاعدام وبغاو يجربوا فيهم هاد الغاز، وهذه غادي تكون من اخطر تجربه غادي تدوز في تاريخ البشريه. شدوا 5 من هاد الحباسه هادو، دخلوهم وجهزوهم لواحد الغرفه محصنه، والوسائل المراقبه اللي كانت موفره لهاد العلماء في ديك الوقت هي ميكروفونات داخل الغرفه، يعني ما كانت لا كاميرا لا والو. الشراجم كانوا مشدودين ومزيرين لهم مزيان، والشراجم كانوا عباره عن المهم كانوا زاج، يعني العلماء يقدروا يشوفوا داكشي اللي في وسط الغرفه. وفي ديك الغرفه كانوا بزاف ديال الكتوبه باش يقراو ديك الحباسه باش ما يحسوش بالملل، وحاشاكم كانوا شي طواليطات باش يقضيو الحاجه ديالهم، وكانت حتى الماكله اللي غادي تكفي لهاد ال5 الحباسه. وهاد التجربه اللي غادي تستغرق 30 يوم، يعني شهر تساوي الحريه، 30 يوم تساوي ما غادي يطبق لك لا اعدام لا والو اذا انت حر. ولكن محالش هاد الحباسه مساكن يكملوا هاد التجربه. الغاز تطلق في الغرفه والسكات، حتى واحد ما كان كيهضر او لا يتكلم. 4 ايام الاولى دازت عاديه، ما حسوا بوالو، حيت هما اصلا داخلين في تحدي مع ريوسهم. ملي غادي يفوت هاد الشهر غادي يلقاو حريتهم. الحق محالش غادي تكمل التجربه على خير. العلماء او المسؤولين على هذه التجربه لاحظوا واحد الحاجه، ملي كانوا السجناء كيدويو الهضره اللي دايره بيناتهم ما بقاتش هضره عاديه، حيت ولاو كيدخلوا في شي تفاصيل غريبه ومكتابه. في النهار الخامس على التجربه بدات كتظهر شي علامات على السجناء، ولاو كيتعصبوا بزاف. صافي وقفوا ديك الهضره اللي كانت بيناتهم، ما بقاوش كيدويو وبداو كيوشوشوا في الميكروفونات اللي دايرين لهم ديك المسؤولين، كيهضروا في شي حوايج غريبه وقوت ما ناعسينش 5 ايام. واحد من دوك 5 سجناء فاش بدا كيغوت بالجود على حرجول، وناض كيدور في ديك الغرفه بحال شي حمار، وهو كيغوت واحد الدرجه ما تصوروش الخو. من بعد هادشي اللي وقع اكتشفوا العلماء ان هاد السجين 3 weeks of masquerade as a French nobleman, and now it is time for you to change back and return to your provincial university. And if I تقطعوا الاحبال الصوتيه ديالو. والغريب هو ان صحابو اللي كانوا معاه ما تفاعلوش نهائيا مع الغوات اللي كان كيغوت هاد السجين، يعني ما تحركت فيهم حتى شي حاجه، بقاو في بلاصتهم بلا رده الفعل وبقاو مستمرين في التشويش في الميكروفونات. النهار اللي موراه بداو كيقطعوا في الكتوبه ويرديو حاجتهم ويمسحوا بديك الكواغد حاشاكم الخوت بواحد الطريقه هستيريه وغريبه. وكانوا كل ما يديروا هاد الشيء كيشدوا ديك الكواغد حاشاكم ويسيبوهم على الشراجم اللي كانوا دايرين ليهم ديك المسؤولين. قوس ديك الكواغد اللي كانوا كيتسيبوا ليهم المسؤولين ما بقاوش نهائيا كيشوفوا اشنو طاري في ديك الغرفه. استمرت هذه الحاله في اليوم 14 اللي هو 14 يوم من هذه التجربه. بداو المسؤولين كيطلبوا منهم ينعسوا على كرشهم ويوقفوا داكشي اللي كيديروا، واللي ما سمعش الهضره غادي يبدا يطلقوا عليهم القرطاس، والا تعاون معاهم شي واحد ودار شي رده الفعل غادي يحروه مباشره من ديك الغرفه. من مورا ما قالوا لهم هادشي المسؤولين بداو يتسناو رده الفعل ديالهم. واحد من دوك المساجين غادي يهضر بشويه وغادي يقول لهم صافي حنا ما بقيناش باغيين الحريه. من مورا ما طرا هادشي اتفقوا المسؤولين والباحثين ان في هاد الليله هادي غادي يقتحموا المكان وغادي يدخلوا الغرفه، وفي ديك الليله غادي يخويو ديك الغاز من ديك الغرفه. ومن بعد ما تقطع الغاز بداو ديك المساجين كيطلبوا من ديك المسؤولين يرجعوا لهم ديك الغاز من الاول حيت تسانسوا عليه. من بعد مشاو شي جنود اللي كانوا مكلفين بهذه المهمه يدخلوا لهاد الغرفه وفتحوا الباب. من بعد ملي دخلوا الجنود بداو المساجين كيغوتوا بحر الجهد ديالهم. الجنود بيدهم خافوا وبقاو غير مستغربين من داكشي اللي شافوا قدامهم. ديك 5 السجناء كانوا حيين ولكن حالتهم حاله قرابين للزومبي. الماكله اللي المفروض كانوا غادي ياكلوها ما تقاصتش نهائيا، وكانت الفخذه الرجلين ديالهم كامله منكوله ومقطعه مسيبه على الارض في واحد المنظر ما تصوروش كي داير. كانت الارض كامله دمايت. المساجين كانت الحاله ديالهم صعيبه بزاف حيت كانوا كياكلوا ريوسهم بشده الجنون، مخلين الماكله وجالسين ياكلوا في ريوسهم، يقطعوا اللحم ديالهم ويغزوا في اللحم ديالهم ويقطعوا في الصبعين اليدين ديالهم، وشي بقايا د العظومه في الارض مسيبه زعما لا حول ولا قوه الا بالله. من مورا ما داروا هاد العلماء التحاليل لقاو باللي بصح المساجين هما بيدهم كانوا كياكلوا ريوسهم. شي ناس قالوا واحد من ديك الجنود اللي دخل لديك الغرفه انتحر في النهار الاول بسبب ديك البشاعه اللي شاف في ديك الغرفه. راه الله يحسن وانو على ديك المشاهد اللي شاف.
راه بزاف. دابا غنخليكم مع واحد التصويره من داخل ديك الغرفه اللي طرا فيها هادشي. غادي نوريكم هاد السجين اللي كان كيغوت وتقطعوا له الاحبال الصوتيه ديالو، كان كيقطع في لحمه وفي يدو حيت ما بقاش انسان عادي. That's what it's all about.